جندوا حتى مواطنيهم. هذه صورة الجواز ديالكم؟ نعم وي نعم قلت لك يعني انا نص نثبت الجواز. خريطة؟ لا توجد خريطة. ويني؟ راني بحالك راني عاد جبت الجواز. انا لم اكن يعني 100% متأكدة، ولكن انا اجزم بان نظام بلدي لا يستطيع ان يضع خريطة مبتورة لا على الجواز ولا على البطائق ولا اي شيء. يعني من رابع المستحيلات. كيف هذا الرجل يقول وضعوا خريطة مبتورة؟ هو يكذب في كلتا الاحوال يكذب. اذا اين هي هذه الخريطة المبتورة يا جزائري؟ يلا قلنا اين هي هذه الخريطة المبتورة؟ راني جاي كنجيب لك الجواز تاعي واني جاي. منين ما هو؟ جواز ديالك مغربي؟ لا موش مغربي، حاشا ولله. وعلاش انت كتبين لي جواز سفرك فيه خريطة بلدك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني شنو هو الفائدة؟ لماذا؟ سقسيت الاخ لسعد قال لي انا نحمل جواز بريطاني فيه خريطة تاع بريطانيا. وما يهمك ان نضع خريطة او لا نضعها؟ يلا لحظة والله اجيب الجواز البريطاني. دقيقة خليني نشوف ايش مكتوب فيه. باسكو هذا النقاش ثنائي. ولماذا المغاربه يحطوا الخريطه؟ عندهم اتفاق لا فهم لماذا هو يريد ان يضع المغاربه خريطه حتى انت يعني حتى تقتنع انت باننا فعلا احنا دوليا يعني العالم يعترف لنا بمغربيه الصحراء. اسيدي كاع لا يعترف، كاع لا يعترف وان لا تعترف لا انت ولا بلدك. يا اخي قلت لك شي قضيه التيشيرت هذه عرتكم وازالت عنكم اخر قناع. انتم اصحاب قضيه الصحراء ولا ليس هناك لا بوليزاريو ولا يحزنون. انتم من تتبنون هذه القضيه ولكم فيها مآرب عده. وخرجوا كاري، خرجوا ديريكتومون، ما تبقاوش تدرقوا وراء البوليساريو. ما كاينش بوليساريو غير موجود في ما فيش خريطة. ايوه ما في خريطة في الجواز البريطاني والو، ما شايف والو. انا ما قلت ممسوح اصلا، ممسوح ما في. والله يعني ناس ما ادري باي منطق نتكلم معاهم. في لي باج يا اخوان. حبيبي انت توهتنا واخذنا من الوقت نص ساعة في كلام فارغ. لا توجد خريطة من حيث الاساس. انا اشوف اخي اسعد والله وجدت جواز سفري، وجدته وأنا أنظر هناك يعني هذوك رمز المملكة، رمز المملكة المغربية. هناك باب يحمل يعني باب تاريخي للمملكة المغربية. سامحني لأن أنا كنت أظن أن فعلا أن الجوازات كلها فيها خرائط، وأنا أجزم أن بلدنا يضع خرائط. لو سمحتي خلينا نشوف الجواز الجزائري يا أخي. ورينا لو سمحت. دقيقة وعليكم السلام. ورينا جوازكم الجزائري. دقيقة اللي جايب. ممكن نكمل الكلام تاعي خويا اسعد. كمل يا نورث افريكا الى ان يعودوا. نكمل الكلام تاعي باسكو خويا اسعد انا ما نكذبش عليك. انا لابد ان اريد ان استغل منصتك لكي ارد على البروباغندا تاع اعلام الزيغو خويا اسعد. ما هذه خريطه مش خريطه، هذه نقاشات ثنائيه بالنسبه لي بيزنطيه وما عندها حتى فائده. يعني لا قتلت امك. الخريطه هذه اللي راهي في القميص اللي راك لابسه خويا اسعد ما عندها حتى علاقه بالسياده الوطنيه الجزائريه، لان شفنا الاعلام قنوات الزيغو واليتيمه وبناتها، شفنا ايضا الصحف. ما معنى الزيغو يا نورث افريكا؟ الزيغو هو لا حشك. المهم اخطينا. هذه عندنا نقولوا كلمه هو المهم خلاص. أول من فسر القرآن جزائري، أول من شرح صحيح البخاري يا الجاهل جزائري، أول من كتب في علم القراءات الهذلي البسكري جزائري. سيادكم علماءكم اللي ما يقروهمش لولادكم، اللي ما يعلموهمش باللي اللي شرح صحيح البخاري. أنا ما قريت فيه حتى كتاب، أنا عبر السبعينات إلى اليوم ما قريت باللي علماء الجزائر داروا كذا وكذا وكذا. نعرفوا نعم جمعية العلماء شبعونا بها والحمد لله، لكن ما نعرفوش تاريخنا، ما نعرفوش حتى باب حسن. هذه على سموها باب حسن؟ على من سموها؟ شكون هذا باب حسن؟ نعم داير من دايات الجزائر. لقنا بريطانيا درس لن تنساه في تاريخها،
ولقنا في رنس البغيضة درسا في الحروب البحرية لن تنساه أبدا. قروها لأولادنا، ما نقراوش. قروا لأولادنا باللي الصحابة مدفونين في هذا البلاد، ما نقراوش. عمرنا ما عرفنا، ما قريناش كتب التاريخ كامل، ماشي ذاكرين باللي الصحابة مدفونين في البلاد هذه. شكون كتبهم؟ شكون ألفهم؟ من الذي مادام انا ما هما راح وعيها يفهموا ونفهم يفهموا خويا اسعد. لكن ان شاء الله ما تكون سبه. لا 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 لا، من بعد نبعث لك في البريفي ونفهمك وش هي. وانت فاني ظهرت حركي. ها حركي انا خليني نحكي خويا. معناها حركي حركي انا عامله خليني باسكو الانسان اللي يتكلم يعني بالمنطق بعيدا يعني عن البروباغندا العسكريه يكون حركي. معليش سميني حركي وسميني واش تحب خويا برونورمال. يا والله ماكم فري جزائريين، اقسم بالله كي انت كي ديك التلمسانيه المخانز هذوك. يا اخي خليك مؤدب. ممكن نكمل الحديث. انسحب الرجل. قلت لك خويا اسعد لانه الصحف الجزائريه المتحكم فيها من طرف النظام العسكري، الصحف الإلكترونية، قطراجي أيضا، ونظن أنك تعرف قطراجي أو معروف يعني، أو في الدراجي يروجون وكأنه جميع الأندية الجزائرية والشعب الجزائري بالكل يقف وراء اتحاد العاصمة، وراء الدولة الجزائرية، لأن السيادة الوطنية فوق الجميع. هنا السؤال المطروح: ما علاقة الخريطة اللي راهي في القميص تاعك خويا أسعد بالسيادة الوطنية؟ وزعزعة الأمن في البلاد. أنا راح نفهمك علاش خويا أسعد. لأنهم خايفين من سخط بعض الجماهير تاع اتحاد العاصمة، لأنه الإقصاء راح يكون حتمي، يعني إقصاء النادي اتحاد العاصمة هذا يعني ما فيه شك خويا أسعد. وحابين يبينوا على أنه الخريطة اللي راهي في القميص تاعك خويا أسعد تحمل جزءا من الأراضي الجزائرية. هذه هما راهم حابين يفهموا، حابين يوهموا الشعب على أنه تلك الخريطة راهي توشي يعني أراضي جزائرية. فهمني خويا أسعد؟ فهمت. كاين واحد المغالطات، وانا صراحه يعني ما نحبش النقاشات هذه الثنائيه نتاع بعض الاخوه. انا طلعت عندك خويا اسعد لكي ارد ونقولها لك بصراحه العباره، يعني استغل الله يبارك المشاهدات راك في 8000 من اجل الرد على هذا الشيء. طيب انت قد اخذت جزء وبقي لك جزء، خلني اسمع الذين هم ينتظرون منذ فتره. بقيت الميزانية أتمنى ألا تذهبي. صوت الحر إذا عندك شيء تفضلي، ولا نأخذ وصال ثم المغرب الكبير. فقط أنا أريد أن أكرر على مسامع الجميع أن قلت وأعيد أن قضية التيشيرت هذه عرت نوايا النظام الجزائري. عرت نوايا النظام الجزائري. فبالتالي استسمح أخي أسعد، هذه الحقيقة التي يجب أن نقولها ونعيدها. ليست هناك قضية بوليساريو، هناك قضية بين الجزائر والمغرب. نعم أخي. هو أنت الأخت الذي كان اسمك صوت الحق؟ نعم أنا هي. أنت اللي كنت أدافع نعم، وكنت أقول لك اتق الله في الفتنة بين الجزائر والمغرب. ولكن بعد قتل مواطنين مغربيين في ليبيا والله بكيت حتى ما نقولكش، حتى انقلبت 180 درجة. ومسألة التيشيرت هذه زادت أكدت لي العداء الذي يكنونه لنا، يعني حتى الشعب مع الأسف، حتى الشعب. أنا كنت من الناس الذين يقولون لك يا سعد لا تنشر الفتنة بين الشعبين. نعم أنا لا أنكر، أنا صريحة لا أكذب ولا أخفي أي شيء. الآن أنا فوق البطاقة الوطنية أرى خريطة المغرب في بطائقنا الوطنية. هناك خريطة المغرب كاملة والحمد لله. لو كنت أجرؤ على فتح الكاميرا لفتحتها، ولكن أخجل. نحن بقت عندنا بعض شيء من الخجل، والحمد لله لا نسب ولا نقول كلام فاحش، وهم يتعدون علينا، يعتدون. هناك العداء والاعتداء يا سي أسعد.
الآن من بعد هذه القضية تيشيرت، قلت لك آخر قناع سقط عن النظام الجزائري وسقط عن أزلامه في مواقع التيك توك، إلا طيب من رحم ربي، إلا من اسمحي لي رحم ربي. اسمحي لي أختي، اسمحي لي انتهى وسدي البلاغ. سدي المايك بس أقول للناس من هي هذه الأخت الكريمة. أولا هذاك الأخ الجزائري الذي طالبنا بالجواز الجزائري الذي فيه الخريطة كما قال، فحط وانطلق، لا أدري لماذا هرب. هذا الأخت شوفوا كانت من الأصوات المعتدلة التي كنا نسميها معتدلة، وحتى كانت هي تلومني أحيانا أنه لماذا أنت تهاجمهم وتقف في صفنا بهذا الشكل، وحاول أنك تصلح خاوة. شوفوا جاءت الأيام وأثبتت لها الأيام أن العداء ممنهج. يعني المسألة ليست خلافات رياضية أو لا، عمل ممنهج منذ 60 سنة. 60 سنة يا بنتي يا أختنا الكريمة، 60 سنة وهم يرضعوهم كراهيتكم في الحليب، يرضعوهم رضاع، يأذنوا في أذانهم وهم أطفال، يعلموهم وهم صغار أنه لا يوجد عدو في هذا الكرة الأرضية الجزائر إلا المغرب. فعلى كل واحد أنه يعرف هذا، يعني هذا الواقع. إذا تريدون دغدغ عواطفكم بخاوة خاوة ونحن أحوى ونحن، هذا خطاب دبلوماسي يخاطئ يمارسه الملوك والجهات الرسمية. لكن احنا الذي لا ننضبط ولا احنا مسؤولين عن حد ولا حاجة. أنا بالنسبة لي أرى الوضع هكذا، لا يوجد حل. معكم حلين، إذا تريدوا يتآخى الإنسان المغربي مع الجزائري وتكونوا خاوة، أنتم أمام حلين، وعمموا هذا الكلام، ولكم أن تقصوا هذا الكلام وتنشروه. حلين اثنين: إما أن يتغير هذا النظام ويخرج من العباءة الفرنسية، لأن النظام الجزائري الحالي وأي رئيس جاء بانتخابات ولا جاء بانقلاب، أول التزام عليه حتى يبقى في كرسي الرئاسة أن يناصب العداء للمغرب. فبالتالي والنظام العسكري هذا موجود، والله ما تكون خاوة لو تطلعوا السماء أو تنزلوا الأرض. هذا واحد. أو أن الله سبحانه وتعالى يأخذ هذا الشعب بأكمله إلى الجحيم، ويأتي جيل بعدهم يؤمن بالله ويؤمن بخاوة. أما هذا اللي موجودين الآن والذين نشأوا مستحيل، يعني مستحيل إلا بتوعية إلى أن ينقرض هذا الجيل، ينقرض كله. وانتظروا أنتم يا مغاربة للذي سيأتوا من أبنائكم، من أبنائكم يقول لك خاوة، وبعد أن تتنظف النفوس والعقول. اليوم اللي عمره 20 واللي عمره 30 واللي عمره 40 واللي عمره 50 واللي عمره 60، بعضهم قد رجل في القبر ورجل في الآخرة، بعضهم رجل في الآخرة ورجل قدو مودع، وعادوا مروا كالمراركة. يا أخي قدك ميت بعد أسبوع، الله يخرب بيتك، قدك يابس وعادوا المروا مراركة مروا. هذه معضلة. وش يقول لك خاوة، اطلعوا يلا بسم الله، اطلعوا لنا مجموعة جزائرية. هذا نورث أفريكا، يعني واحد شوية نوعا ما سيقول لكم كلام طيب، سيسبونه ويخونونه ويعملون حركي وأنه بل سيجردونه من الجنسية بشكل طيب. شكرا لك يا أختي صوت الحق أو الحر، صوت الحر. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا والله لك شكرا. وصال. السلام عليكم أخي أسعد. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. كيف حالك أخي أسعد؟ لبس عليك؟ بخير الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله. أنا كنت طلعت معك أخي أسعد، كانوا حدايا جوج جوازات نتاع السفر، واحد مغربي وواحد بلجيكي. فاش الأخ برو كان سول على الخريطة المغربية، فالصراحة بغيت نأكد ومشيت قلبت فيهم بجوج. فتأكدت أن حتى بلد يعني في العالم كامل ما كيدير خريطة نتاع بلادو في جواز السفر. كتندار الخريطة في لي كارت، يعني لا كارت ناسيونال او لا كارت ديدونتيتي هي اللي كيندير فيها. هذه اللي في البطاقة كيكون الرمز الملكي. نعم. الرمز الملكي هو اللي كيكون في الجواز السفر بس. ثاني حاجة ما عرفتش أنا السؤال المطروح، علاش هاد البلد كله، بلد 40 مليون نسمة، اهتز بخريطة في تيشيرت؟ شنو هو المشكل؟ يعني حنا ما ديناش شي أرض ديالهم باش نديرونجيوهم لهاد الدرجة. شنو هو المشكل معاهم مع ديك الخريطة؟
والاخ اللي قبل قال راه داك التيشيرت ما لعبوش به 20 يوم هادي، حتى هي مشيت قلبت ولقيت باللي لعبوا بداك القميص اللي هو نيت لابسو، لعبوا به يعني يعني داخل. اليوم اكاذيبهم كلها سقطت نعم بالضربه القاضيه. نعم، بالضربه القاضيه. لان حنا هما ما عارفينش باللي حنا وراء التليفونات كنقلبوا وكنمشيو وكنبحثوا، ما كنجيوش كنحطوا غير اكاذيب هكذا غير باش نقولوا غير هكذا غير باش ندويو باطل، لا كنمشيو كنقلبوا. فاش افكتيفمون قال على الخريطه مشيت قلبت انا في الجوازات السفر، عندي جوج قلبت. لقد أجمع المنتظم الدولي على تأييد المقترح المغربي الحكم الذاتي الموسع، والذي قدم في العام 2007 كأرضية صلبة للتفاوض من أجل حل نهائي وعادل ومقبول من قبل جميع الأطراف. إن دعوة الأمم المتحدة للعودة إلى الدائرة المستديرة لحل النزاع بالطرق السلمية أثار حفيظة ما يسمى بالبوليزاريو، حيث بدأت ومنذ مدة بتهديد أمن المنطقة العازلة والاعتداء على معبر القرقرات وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارين 2440 2414، وهذا ما يشجع الجماعات الإرهابية لتصعيد عملياتها في جمال الصحراء، كما يهدد الأمن والسلم الدولي في منطقة الصحراء. وأننا نرفض إسقاط الواقع الفلسطيني على الحالة الصحراوية، ونرفض أي مقاربة مشبوهة ومضللة بين قضية الصحراء المغربية، وهي قضية استكمال وحدة ترابية، ووضعية القضية الفلسطينية